سمعت صقر الجميل عن حوار النصر ورونالدو وطائرته. تعال نسمع ماذا قال ونرجع مرة أخرى، يلا بينا. انت نفسك رونالدو طيارتك ما تركت ولا دوله الا راحت لها، هبطت فيها، فكيف تجي الان؟ شيء ثاني مثل ما ذكر عبادي، اضراب عن اللعب، انت من نادي منافس، مباراه مهمه، وكنت راح تتعادل قدام الرياض اظن صح؟ إيه؟ ولا لعب بالتعاون؟ لا هو طبعا الرياض والاتحاد. الاتحاد برضو كنت بدأت مباراه مهمه، كلاسيكو يا رجل. وما شاء الله الفترة دي الكل يخاف على رونالدو وعلى النصر ويعاتبهم، يعني يرضيكم مباراة الاتحاد مهمة، طيارته راحت كل الدول كل الدول. السؤال الدقيق، تعرفون أنا إنسان دقيق في التفاصيل، هل الطائرة راحت كوالالمبور؟ ما تعرف كوالالمبور؟ طيب أوريك، أثبت لكم إنه يخاف عليكم يا نصراوية. تعال أوريك. فوز، اذا تبون فريقنا يفوز وقفوا اداره تحكيميه، لازم يشتغل في النادي. اليوم كم رونالدو ضيع، ماني هذا جايبين من ليفور واخر شيء يسوي. بالله اسالكم بالله، ما يا رجل لو دخل هذا الصغير جاب هدف هجمه اليوم، اسالك بالله اي نصراوي عاقل يتفق مع كلامي. رونالدو ماني جيبوا لي رجال يحركون في الملعب صح. شفتوا؟ هو المقطع قديم وكان يتونس، بس اديك انا الخلاصه. خذ من الحكيم حكمه يا اخي. مو كلهم اللي موجودين عندك في المدرجات يحبوكم، في كثيرين يكرهوكم بس يحضروا عشان يشوفوا عظمه كريستيانو رونالدو في تيشيرت النصر. والله ما لهم حل، ما لهم حل. وعلى قول الشاعر المشهور حينما قال، نعم الشاعر المشهور: يا كثر كارهينكم في مدرجاتكم يا نصر. ولو ما انت مصدقني اهو شوف حبيبنا صقر يتكلم باسم النصر وده. والله انت ايش رايك؟ انا ما صلاح، انا ويكأنني فوق الثلاجه اترقى، بديني رايك وقلناها ونعيد. الوضع يحلل لي